انا مش عارف انا بحكي الكلام ده بسهولة كده ازاي، مش عارف التلقائية دي جاية منين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ وفيديو جديد. ما عملتش فيديو امبارح وغبت، والنهارده ارجع لكم في فيديو. المفروض ان انا كنت اصوره امبارح، بس خلاص اتعودوا عليا بقى ان انا ممكن اغيب اقصى مده يوم ان شاء الله عن القناه. لكن انا ان شاء الله برتب نفسي كويس جدا بحيث ان انا الفتره اللي جايه ما يكونش في اي تقصير في القناه، او ان انا اغيب حتى يوم، ونبقى مستمرين في المحتوى بتاعنا بشكل يومي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وانزل بقى حط لي لايك. خلاص ما بقاش عندي شك في جدعنتك انك هتنزل تحط لايك دلوقتي. موضوع الفيديو بتاعنا النهارده مأساوي شويه، من قمه الادمان لقمه التعافي. انا كل اللي عملته في الفيديو بتاع النهارده ان انا حاولت ان انا اعمل ملخص عن الحلقه اللي نزلت عند كريم السيد، وتحيه كبيره جدا لكريم السيد، من اكتر صناع المحتوى اللي عندهم بجد تقل في المجال ده. وان شاء الله هنشوف الفيديو سوا ونحلله مع بعض. يلا بينا. معاك محمد مسعود رزق، مدمن متعافي بفضل الله، مبطل سنتين. بدأت موضوع الإدمان دوت وأنا عندي 16 سنة 17 سنة، من أيام المراهقة لغاية ما كبرت. ابتدت رحلة الإدمان من ساعة ما خرجت على الناصية بره. فواحد صاحبي عرض عليا إن أنا أنزل أشتغل معاه في المكتب، والمكتب ده كان فيه مدمنين. فأنا كمحمد كان بيبقى عندي حب استطلاع، لقيتهم بيلفوا في المكتب قدامي مخدرات وبتاع والكلام دوت. فانا خلاص اللي هو ايه، قلت اجرب. انا حب الاستطلاع والفضول هو اللي وداني في ده، هو اللي دخلني في المخدرات اصلا. فقلت له هات كده نفس ومش عارف ايه. بدايه المشوار دي خدت النفس من هنا، انا فصلت يا كريم، فصلت عن الواقع. انا حسيت ان انا فريش خالص، الدنيا جميله. مبدئيا كده، بوجي ده شخص اتعرف جدا وانتشر جامد جدا على السوشيال ميديا الفتره دي، ان هو شخص كان مدمن، ومن الادمان وصل للتعافي، والحمد لله زي ما انتم شايفينه. شاب انت تشوفه على الشاشه تحسه شخص طبيعي جدا، بس دي بدايه الموضوع ودي بدايه الازمه اللي حصلت له في حياته. ودايما البدايات دي للاسف بتبتدي بصاحب سيء ياخدك من طريق الصح لطريق الغلط. حاجه برضو من اللي خلتني ادخل في المخدرات واحب المخدرات والكلام دوت، ان انا كنت بشوف ناس كتير صايعه قدامي وبتتخانق وبتشيل سلاح وبتروح وبتيجي وبتعور ناس وبتتعور والكلام ده. فانا ليه ما ابقاش زي الناس ديت؟ يعني انا كنت بحب الكاركتر ده جدا. دي حاجه من الحاجات اللي برضو خلتني احب المخدرات، او خلتني اضرب مخدرات في يوم من الايام. دي لعبت على حته النواقص الشخصيه اللي عندي. انا كان ناقصني ابقى صايع، فدي زودتها لي. للأسف ده اللي منتشر دايما في أحيائنا الشعبية، والأهالي اللي بتسيب عيالها عرضة للشارع على طول، إن هي بتشوف الشارع بتتعلم، بتشوف الوحش بتتعلم منه. مفروض بقى إن الأهالي من بعد ما يشوفوا الفيديو ده يخافوا على عيالهم، وعلى قد ما يقدروا ويمنعوا عيالهم من الاختلاط بالشارع. مع كتر المخدرات ديت ابتدى إن أنا أسلوبي يتغير. بقيت أبص الحاجات في المكتب وأبقى عايز أسرقها. الأفكار دي كانت بتيجي في دماغي وكنت بنفذها. كنت اخليهم كلهم قاعدين بيعملوا صيانه، واخش انا على الراكات واخد الكارت الميموري بتاع الراكه، واروح ابيعه او ابدله بمخدر واجي، وحياه ربنا ما عملت حاجه. ابتدى شغلي يقل، اللي هو مجهودي في الشغل يقل. عشان ايه اللي حصلت اعتماديه على المخدر بقى. خلاص انت كان ربنا مديك موهبه، انت اللي رميتها في الارض واستبدلتها بايه؟ بموهبه مزيفه، بالمخدر. ابتدوا برضو يطردوني ويمشوني والكلام ده. لجأت فين بقى يا عم كريم؟ للشارع. دي بداية الدمار لأي شخص. أنا هتكلم في الفيديو ده بصيغة الجمع، مش هخص بوجي بالكلام، لأن بوجي بيحكي معاناة آلاف الشباب النهاردة، آلاف مش مئات آلاف الشباب النهاردة من اللي بيشربوا مخدرات. دي البداية. لو أنت متجوز بيتك هيتدمر، لو أنت عندك أب وأم وأخوات ودنيا وصحاب وإنسان نظيف، حياتك كلها هتقع، لأنك أنت كده ماشي في طريق للأسف آخرته معروفة، يا السجن يا الموت. في قصة الإدمان دي في سنة من السنين نزل حاجة اسمها ده بجد بقى، اللي هو إيه، بيلخص اللي هو إيه، تاخد نفس أكنك خدت بحجر في دماغك ينيمك، بتخليك جبلة، أنت بليد. تاخد النفس من هنا، ولا مشاعر ولا أحاسيس. لو معدي من قدامك صاروخ، أنت نايم كده مساكب على نفسك، مريل، مرجع على هدومك،
مش بني ادم، انت كائن مش عارفين انت ايه. طبعا ابتدى الكلام ده يبان عليا في البيت. واللي بيحكي بوجي ده النهارده احنا بنشوفه للاسف في الشارع في ناس كتير جدا، وانتشرت الفتره اللي فاتت فيديوهات كتير جدا لشباب مرميين في الشارع هم مش داريانين بالدنيا ولا هم اصلا معانا في الحياه. الليفل بيعلى بقى يا عم كريم، احنا مع السنين مع ضرب المخدرات ده الليفل ده بيعلى. يعني انا صحيت قبل كده لقيت نفسي بات عند ناس في باب الشعريه، فقت لقيت نفسي على السرير، واحد بيقول لي اصحى يا بطل انت فقت اخيرا فقت. فبقول له انا فين؟ قال لي انت في باب الشعريه، انت عامل نصيبه تحت في الشارع. انزل يا عم كريم الاقي بتاع 4 5 6 انفار قاعدين، من ضمنهم 2 3 اللي رابط ايده واللي رابط رجله. انا اللي معور الناس دي يا جدعان، والله ما فاكر ان انا عورتكم. او معيط بقى، ما انا لوحدي انا مش عارف انا فين. يثبتوا لي بقى، تعالى في اثبات. ياخدوني مثلا في سوبر ماركت في الشارع، اخش في كاميرا مراقبه فوق، انت مش بني ادم، انت شفت جاتا يا كريم؟ انت ماشي في الشارع بتلعب جاتا، مش معتمد حد خالص. اصدق بقى، اقوم معيط اكتر عشان خلاص بقى انت ايه، خلاص الناس ثبتت ان انت. فمن الخوف والهلع اللي انا فيه ومن القلق ومن التوتر فانا بعيط انا ما. وفي الاخر اروح ولا اكن اي حاجه حصلت، انسى اصلا انا كنت فين وايه اللي انا عملته والكلام ده. الموضوع ده حصل معايا 3 مرات. الليفل هنا بيعلى معاك، بتبدأ ان انت بتعمل حاجات مش في وعيك، بتبدأ ان انت تفعل افعال اجرامية وانت مش في وعيك. قبل ما تضر نفسك بتضر الناس اللي حواليك كمان، ممكن توصل نفسك انك انت تقتل حد من اهلك. واحد واقف قام قايل لي خد ابوجي، كنت انا اتخانقت مع زمايلي فجه حشني ومش عارف ايه، قال لي تعالى اقف هنا مالكش دعوه بيهم ومش عارف ايه والكلام ده. طلع ازازه كده ببوز، قال لي بس تعالى، قام دايرني في الحيطه كده بالولاعه. هو نفس واحد بس يا كريم، في ثانيه الا ثانيه، ما عدتش دقيقه او دقيقتين يا كريم الا لما لقيت نفسي بجري من جنبه ورحت اشتري بنزين وولعت في العيال اللي كانوا بيضربوني 7 انفار زمايلي. انا لقيت عندي شجاعه ولقيت عندي انا مش طبيعي. وبعد ما طفوا نفسهم قاموا كلوني علقه وحشه. من هنا بقى ابتديت انا بقى خلاص بقى انا ايه، خلاص اللي هو انا اصلا مش حاسس. يعني العلقه اللي كلتها ده انا مش حاسس. المخدر ده هيغنيني عن حاجات كتير، ده اتخلق عشاني، ده بتاعي اصلا، ده اللي هو ايه مخلوق عشان بوجي، ده بتاع بوجي. بس بيطلعك لليفلات عاليه قوي من الدماغ. انت بتبقى واخد الكادر كله، كادر الدنيا دي كلها. وطبعا اللي كان واخده هنا واللي بيتكلم عليه بوجي كان اخر ليفل في ليفلات المخدرات، وللاسف اللي هو منتشر دلوقتي في الشارع بكترة جدا، الايس. عمل حاجة هو اصلا مش فاكر انه عملها، واصلا مش عارف انه هو عملها. راح جاب بنزين وولع في اصحابه، وبرضه اللي علمه عليه واللي عرفه طريقه كان واحد من اصحابه اللي في الشارع. انا بحب بنوته، عشرة 8 سنين البنت دي. حتى بص يعني انا من حبي فيها انا ده اسمها على ايدي. ودول 3 محاولات انتحار بقوا بالفشل بسببها. وهي كانت بتعشقني رغم اللي كنت بعمله في الشارع ومش عارف ايه والكلام دوت. وكنت بقابلها في مره. اليوم ده بقى عم كريم انا مش هنساه. اليوم ده اللي غير حياتي 180 درجه. كنا قاعدين بنتقابل انا والبنوته اللي كنت بحبها هنا، فبتقول لي هو احنا مش هنتجوز يا بوجي؟ قلت لها انا ما معيش فلوس وانت ما معكيش فلوس، انا ما جهزتش نفسي وانت ما جهزتيش نفسك. قالت لي طب ايه رايك تعمل عمليه؟ قلت لها عمليه ايه؟ قالت لي عمليه بيع كليه. ايه رايك لما تبيع كليتك؟ فانا ما اعرفش الكلام ده، انا لسه برضو ايه، كنت لسه صغير في السن والكلام ده، فمش فاهم الكلام ده. قالت لي ده انا اختي عاملاها واخويا عاملها، ايه رايك انت تعملها وفيها مبلغ حلو وفيها مبلغ. قلت لها كام؟ قالت لي 100,000 جنيه. هي قالت لي الكلمه ديت وانا طبعا شفت بقى نفسي ايه في الفرح بتاعي، وان انا قاعد على الكوشه لابس البدله ودوم تتكتك دوم تكتك، واشتريت شقه واشتريت عفش وعملنا فرح جميل وعيش انا سيناريو مرسوم في دماغي بالمبلغ دوت. مش عارف انا ازاي يا بوجي البنت دي كانت بتحبك واقترحت عليك الاقتراح ده انك انت تبيع كليتك، بعدين اخوها عامل الموضوع واختها عامله الموضوع. فانا مش قادر افهم هي منين بتحبك ومنين قبلت عليك حاجه زي كده. كان المفروض البنت دي تصلح من حالك، وكان المفروض البنت دي تغير منك. فبرضه دي رساله للشباب برضه اللي عايشين حوالينا، لما يكون معاك واحده من النوع ده اوعى تمشي وراها واوعى تكمل معاها، هتغرقك اكتر. وده اللي حصل مع بوجي لما اغرته بالفلوس وغيري اكتر. شهر و10 ايام بالظبط يا كريم.
بعمل اشاعات وتحاليل صبغه على جسمي عشان ياخدوا مني عينه دم، عشان يطبقوها بعينه دم لواحد او واحده انا هتبرع لها او هبيع لها كليتي ومش عارف ايه والكلام ده. ال 40 يوم دول بقى عملوا لي غسيل مخي بالفلوس، زغللوا عينيا. انا عايز فلوس، انا مدمن عايز فلوس عشان اضرب. فكل يوم وانا ماشي كنت اخد 1000 1000 ونص وانا رايح اعمل اشاعه مصاريف، اروح نعمل اشاعه تحاليل مش عارف ايه والكلام ده، اقوم مروح وانا مروح اقوم نازل جايب المخدر بتاعي وجايب كميه بقى نضرب وننام. نفسي بقى ايه الليل يعدي بقى والصبح يجي عشان اتصل بقى شغلي الشاغل عشان اروح اعمل اي تحاليل اي زفت، فاهم، واخد ال1000 ونص او ال2000 جنيه اللي انا باخدهم عشان اروح اشتري مخدر. يوم في التاني في التالت في الرابع عدى شهر. انا طبعا في الشهر ده بقى كله ادماني ومنظري وشكلي زبالة الزبالة. طبعا هنا بعد ما البنت اللي كان بيحبها خدته للناس اللي بيشتغلوا في الموضوع دوت علشان خاطر هو يبيع كليته وياخد ال100,000 جنيه. كان كل يوم ياخد له 1000 1000 ونص. طبعا اللي بيشتغل معاه في الموضوع ده هو بيغريه بالمال، انت خد 1000 1000 ونص كل يوم عشان انا مش عايزك تهبق مني. بعدين انت لو هديك 100,000 جنيه فهو هياخد مليون جنيه. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده في هوجة التجارة والكلام ده بحاجات الانسان، وقلنا الناس اللي هم بيشتغلوا في الوساطة في الموضوع ده بيعملوا ايه. رحت عشان اعمل العمليه، طالعين على المستشفى الفلانيه، واحنا في العربيه طلع لط فلوس كده اللي هم ال100,000 جنيه بتوعي، قال لي امسك يا ابوجي. كنت واخد منه فلوس وطبعا داخل مأنجج شمال يمين وداخلين المستشفى، وفضلت امضي على حبه اوراق. وبعد كده قمت طالع قاعد لوحدي في الاوضه. قعدت يومين او 3 فتره نقاهه لغايه ما جينا في يوم العمليه الصبح. طبعا انا سبت نفسي هنا بقى، انا عادي، انا جبل، انا مش حاسس، انا مش خاب من اي حاجه. انا اهم حاجه عندي اخلص العمليه علشان انا اشوف انا هصرف الفلوس دي فين، هجيب كميه قد ايه من المخدرات. وهو هنا بقى اتحول لشخص من كان طموحه ان هو ياخد الفلوس عشان يتجوز البنت اللي بيحبها بقاله 8 سنين لشخص بقى كل هدفه ياخد الفلوس ويطلع من المستشفى علشان يصرفها في المخدرات. دخلت اوضه العمليات، ركبوا لي الكالونه، حطوا لي البنج. فالدكتور قال لي يا ابني انت ما نمتش ليه؟ قلت له انت مش عارف ان انا بشرب مخدرات؟ قام جايب حقنه تانية شفافه كده فيها ماده شفافه، قام دايس وقعد يتكلم معايا. انا نمت صحيت يا كريم، انا فيا كميه الم ووجع مش في بني ادم، جزارين ده وحياة رب، جزارين مش ناس طبيعيه. انا عامل العمليه في جنبي هنا كريم، ما ينفعش ياخدوها من قدام، ده اللي عرفته بعدين، عشان قدام في اعضاء تانية ممكن تتاذي، فبياخدوها من حاجه اسمها بيت الكلى. بينشروا ضلع من ورا يشيلوه ويدخلوا ايديهم جوه يطلعوها سليمه. يعني انا متاخد مني كليه وضلع، مش قادر، بعيط، بصرخ من الالم والوجع. ده كمان مش بياخدوا منك بس كليه، ده بياخدوا منك كليه وبيكسروا لك كده الضلع وهم داخلين وبيرموه وشكرا. دي الحياه اللي انت بتعيشها بعد كده، الحياه اللي كلها الم، كلها تعب وكلها وجع. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك تعالى بيعها وخد 100,000 ولا 200,000 ولا حتى ملايين. الدنيا اللي ربنا خلقك بيه عمره ما يتعوض ابدا، هتعيش طول حياتك تعبان. دكتور من الدكاتره قال لي خلاص انت كده فتره الرعايه بتاعتك خلصت، 3 ايام بعد العمليه، فاتصل بحد ياخدك. اتصلت ايه يا باشا؟ قلت له انا عايز حد يجي ياخدني. قال لي يا عم انت مش خلصتي وعملت العمليه وقلت ان انت وكنا متكلمين كده قبل كده، المعامله اتغيرت خالص. قلت له لا يا باشا انا مش قادر، انا محتاج عنايه، محتاج رعايه. انا افتكرت ان انا هبقى زي الناس اللي عاملاها، زي اخواتها اللي بياكلوا وبيشربوا وبيضربوا مخدرات وبيشتغلوا وبيشيلوا وبيحطوا. افتكرت انا الامر سهل وهفك الغرز بعد 15 يوم وهبقى كويس. فلا، الموضوع مختلف خالص. جيب عربيه هو واتنين شويه ولقيت نفسي في الحلميه. العربيه وقفت، ببص لقيت واحد واقف في البلكونه في الدور الثاني. طلعت فوق، والله العظيم لا يقل عن 14 نفر في الشقه، ناس في الطرقه وناس في الاوض وناس في البلكونه. اللي في الصاله دول معاهم ورق
عمالين يفروا فيه واشاعات وتحليل وبيتكلموا في التليفونات 3 4 اتنين منهم ماسكين حاجات عمالين يمضوا عليها. ببص شمالي الاوض اتنين نايمين على سراير وفي واحد منهم بيغار على الجرح، واحد نايم على جنبه على جنب الطرقه كده، واحد قاعد بيشرب مخدرات. انا ما فرقش معاه الهيلمان ده كله، اللي علق في دماغي اللي بيضرب مخدرات ده. فانا هنا بقى ايه، الشيطان اشتغل بقى، المردي الاحمر حضر بقى، ايه تشربوا مخدرات؟ بنشرب ومش عارف ايه والكلام دوت. كنت نازل جاب نص طن اخضر، انا عايز انيمهم كلهم واتصهم، طخ 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 طخ، حجره حجره كده. انا بشرب وما متحكم فيه سنه، خربان برضه بس متحكم فيه سنه، ما نمتش. فهو جديد عليهم ما بيشربوهوش، طخ دريبخ، الستة 7 قاموا نايمين. خد العدد بتاعتهم ابوجي وخد 30,000 جنيه كان شايلهم في الدولاب مصاريف ليهم. خدت بعض ونزلت على عين شمس بقى اجيب كميه مخدرات علشان اشوف مكان اقعد فيه، ما انا معايا فلوس بقى. يعني هو اصلا في وسط كلامه وهو بيحكي الموضوع هو بيتكلم عن عصابه يا جماعه. انا ما اعرفش هو هل هم خدوا موقف قانوني من الكلام اللي بيقوله ده وراحوا في المكان اللي قال عليه ولا لا، مش عارف. لان انا قريت خبر النهارده ان هو جابوه في التحقيقات عشان يحققوا معاه، عشان يعرفوا مين الناس اللي ورا العصابه دي. انا طبعا خلاص بقى انا مش عارف انا بحكي الكلام ده بسهوله كده ازاي، مش عارف التلقائيه دي جايه منين. بعد ما اتفتشت في اسكندريه والكلام دوت، نزلت طبعا القاهره، فرتكت بقيت الفلوس ورجعت البيت لوالدتي. الموضوع بقى اللي جاي ده يعني يمكن بالنسبه لي اصعب حاجه مرت في الرحله بتاعت الادمان بتاعتي. مروح البيت عامل العمليه وكدبت على امي طبعا، وفي الفتره اللي انا كنت فيها في اسكندريه دي وقلت لها انا شغال في كافيه ومش عارف ايه وببات هناك فالام بقى كريم بقى قامت بصت لي كده قالت لي يا ابني انت راضت بس وشك اصفر وشك تعبان. قلت لها يا ام عادي يا ام. قالت لي لا مش عادي، وكمان وانت نايم بتقول انت ايه اللي وجع؟ قلت لها ما فيش، انا اتخانقت بس في اسكندريه في الكافيه اللي كنت شغال فيه وناس ضربتني ومش عارف ايه فجسمي وجعني. انسان خسر كل حاجه فجاه، حتى الفلوس اللي خدها من بيع كليته كلها راحت في المخدرات، فبقى خسران كليه وبقى خسران فلوس وبقى خسران كل حاجه. خلاص مفيش حياه للاسف. اخ ليا كان بيجي ينام في المكان دوت ويضرب. ابتدى اخويا بتاع دوت ليفله يعلى في الضرب في الشارع، ضرب مات ما بين حته عندنا في السلام اسمها ما بين الكوبريين. ده سرير اخويا الكبير الله يرحمه ويسامحه. انا قاعد فوق والباب خبط وواحد ابنكم ميت في وسط الكوبري. انا ولا في الدماغ، انا قاعد يا باشا، قاعد لوحدي في الاوضه انا والضرب وانا مش فارق معايا. صاحي بقالي بتاع 4 5 ايام او 6 ايام والضرب مش راضي يخلص والفلوس مش راضيه تخلص. ساعه كده وقمت نازل بهدوم معلهله عليا ومعفنه ومنظري وحش ومبرق انت مش مستوعب بعد مطبق 5 6 ايام بيبقى منظره عامل ازاي. نزلت لقيت حكومه واقفه على النفق وخالتي وعمتي وعمامي واقفين ومش عارف ايه، وقلت له يا باشا ده خش، ده اخويا، ده في كلاب بتعدي من هنا، والطريق ده صحراء يا عم كريم، في كلاب بتعدي من هنا ممكن ياكلوه. لقيت اخويا نايم كده على الرصيف، ومن كتر الضرب اصلا اللي هو ضربه على كم السنين دي كلها ما بقاش فيه عروق في ايده ولا في رقبته ولا في جسمه كله، بقى بيضرب في مكان اسمه الشبكه. ده اخر ليفل للبدرجيه. وبعد كده عزرائيل بيقابلك، مساء الخير تعالى عايزك في حوار كبير قوي، بتموت. ما هو المدمن برضو يا عم انا مش عايز اموت، انا عايز استمتع. دخلت لقيته نايم بنطلون مقلوع، السن في الشبكه وميت على الارض. قمت جاري ساحب السرنجه رميها، رافع له البنطلون كده، وقمت مكلفته في الفرشه بتاعته وخارج لامين الشرطه وخارج تاني.
اخوه مات في النهاية بسبب الإدمان، وده اللي احنا قلناه في أول الفيديو. السكة دي يا السجن يا الموت، ملهاش تالت. فانت متخيل واحد يقعد يعني ياخد مخدرات لدرجة انه هو ما بقاش في حتة في جسمه سليمة ياخد من خلالها مخدرات، فيضطر يلجأ لمكان حساس في جسمه علشان خاطر يبدأ من خلاله انه هو ياخد الجرعة بتاعته. طيب في النهاية هتوصل لإيه؟ اهو مات والسرنجة في قلب جسمه، وهو كان ميت في شارع على طريق. يعني يا ريت حتى في الموتة حتى كانت كريمة. في وسط كل دوت، في الفتره اللي انا بضرب فيها دي خلاص والليفل بتاعي عالي، انا جسمي ما بقاش قابل للمخدر. انا بقيت بشرب المخدرات، برجع، ولا عارف انام ولا عارف اشرب ولا عارف اكل ولا عارف اتكلم، ولا خلاص بضرب مخدرات، جسمي مش قابل ان هو يضرب مخدرات تاني، لغايه ما يحصل لي اوفر دوز واقوم نايم كده. اقوم طبعا الاقي العيله كلها حواليا والدنيا بايظه خالص، والناس بتفوقني، والناس تحت بالعربيه هتوديني المستشفى، اللي هو انا بموت مش متحكم في جسمي، وبسمع كلام من والدتي: يا ابني انت كنت بتموت، انت كنت بتفرفر. وانا مش واعي للكلام دوت، انا فاكر ان انا بس وقعت كده. فوقت لقيت نفسي في عربيه موديني المستشفى الدمرداش، مستشفى السموم. فانا دخلت المستشفى، الدكاتره مش مصدقين. انا اول مره تخش لهم حاله زي دي، انا وشي ازرق في احمر في اصفر، وقاسولي نبضات القلب اللي هو انا بموت، اللي هي كل نبضه بعديها تيجي النبضه ب3 4 ثواني. انت صاحي يا ابني؟ انت ضارب ايه؟ انا ضارب كذا 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 كذا، وصاحي بقالي 5 6 7 ايام. وايه ده يا ابني؟ انت عايش ازاي؟ انت سبحان الله، انت سبحان من مخليك عايش. يعني انت دي قدرة ربنا. انت مفيش حاجة متاحة في جسمك، اي عضو متاح في جسمك ان هو يعيشك. دي بقى المرحلة اللي بتبقى قبل الموت. خلاص انت بتوصل لمرحلة ان انت بتقعد تشرب مخدرات لحد ما حتى المخدر نفسه ما بقاش يأثر في جسمك. انت محتاج جرعات اعلى، كل مرة جرعة اعلى علشان تبدأ يدي المفعول اللي انت متعود عليه، النشوة اللي انت بتحسها، الغيبان اللي انت بتحسه، العالم اللي انت بتنفصل منه وبتروح لعالم تاني. دي بقى المرحلة اللي انت بتوصل لها. خلاص جسمك بينهار، انت هالك الاعضاء كلها. فابويا قال لي لازم تبطل، امك هتمشي، هتخسر امك. هو عارف ان انا روحي في امي. كان معايا شويه مخدرات في البيت كده، ابتديت ان انا اضرب شويه. بعد كده قلت لها خلاص خد ارمي دول، انا هتعالج. في واحد عندنا مبطل في المنطقه، امي اتصلت بامه، قالوا السلام عليكم، الامر 1 2 3، ابنك بطل فين؟ انا عندي ابن مدمن وعايز اعالجه. لما بتبطل مخدرات، في حاجه ربنا خلقنا بيها اسمها الفطره او الطبيعه بتاعت البني ادم. فانت كنت منقطع خالص عن الفطره والطبيعه بتاعت الانسان العادي. فالطبيعه دي والفطره بتاعت البني ادم دي مشتاقه لك انك بقالك كتير مش معاها، او مخالف قوانينها والكلام ده. فلما بترجع لك بثقه زياده مع الخبرات اللي انت خدتها من التعامل في الادمان. انت خلاص بقى اكتسبت قوه كده من عند ربنا، انك انت ترجع بني ادم كويس، انك انت ترجع تعرف تتعامل مع الناس، تعرف تتكلم مع الناس. التعافي بالنسبه لي حياه تانية، حاجه كبيره بالنسبه لي، لان انا لما كنت في الادمان ولما كنت مدمن نشط، انا ما كنتش في نعم، انا كنت في نقم من ربنا، انا كنت منبوذ من المجتمع، انا كنت حاجه تانية. دلوقتي بقى لما تعافيت بقيت حاجه تانية. انا مبسوط من نفسي، بقيت محترم، بعرف اتكلم مع اصحاب الشغل كويس، بقيت مقبول يا كريم. ودي نعمه من نعم ربنا عليا، ومكافاه كبيره جدا من ربنا. يعني لما بتسيب من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، ربنا بيعوضك بمكافآت ما تخطرش على بالك. من نعم ربنا عليا ان انا بقيت مقبول في المجتمع. امي بتحبني، ابويا بيحبني، اخواتي رجعوا يقعدوا معايا ويتشرفوا بيا في الشغل، الناس بتحترمني جدا وبتحبني جدا. ودي دموع فرحه مش دموع حزن، ودي قصتي. بص يا بوجي، انت من اكتر الناس اللي شفت فيهم يعني اصرار وعزيمه. ويا اخي انت مثال طيب ومثال جميل جدا لاي شخص بيحاول ان هو يتغير. ويعني ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالتغيير ده في وقت
انت خلاص حرفيا يا هتموت يا هتموت، ما انت ما كانش عندك حاجة تاني. وانا مبسوط قوي ان انا شفتك في النهاية بالشكل الجميل ده. احنا كلنا حبيناك لان انت شكلك ومعدنك الاصلي نظيف. اتمنى انك انت ربنا يثبتك، واتمنى انك انت في الفترات الجاية تكون بقى قدوة بقى لناس كتير جدا نفسها تبطل ومش عارفة، انك تاخد بايد ناس كتير جدا من الطريق ده للطريق الصح والطريق التعافي. انا اسف لو الفيديو كان طول شويه، ولكن انا كنت حابب انقل لكم الصوره زي ما انا شفتها، بمشاعرها بمعاناتها بمأساتها، وزي ما هي طلعت كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. شكرا جدا لكل حد هيعمل لي لايك، شكرا جدا لكل حد هيشترك عندي، وشكرا جدا لكل انسان هيكتب لي رايه تحت في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.